وعايزين صوتنا يوصل للمسؤولين، عايزين صوتنا يوصل للسيسي، السيسي يقف معنا، وعايزين دم اخويا مش حاضر. مش صح ابني كان نايم، قلت له سيبه يا محمد، راح واخده مشي معاه لحد التربه، ابني اجا راح واخده قال له خد يا ابراهيم من الشباك، ابراهيم راح له راح خبطه، راح خبطه في محاشمه، راح ابراهيم ووجع، راح مديله خبطه كمان في وشه، وراح مديله 3 خبطات في دراعه. ابراهيم نام خرجان في دم. انا عايزه العدل، انا عايزه العدل، انا ام ابراهيم فتوح، انا عايزه العدل يا باشا. لهم دار في الشارع، مش انتوا عايزين ياخدوا هنا عشان هندبح بعض. صباح الخير متابعي موقع بصراحه، معاكم انا اسماء مصطفى مراسة محافظه الشرقيه، موجودين مع حضراتكم تحديدا من مدينه ابو كبير. ابو كبير شهدت امبارح واقعه مؤسفه جدا، ابراهيم اتقتل في وسط الشارع، ذبحوه في وسط الشارع قدام مامته وجاره اللي عمل فيه كده. احنا موجودين النهارده بنقدم واجب العزاء ونشوف ايه اللي حصل وليه عملوا في ابراهيم كده. البقاء لله يا حاجه. قدام لله، قتل في وسط الشارع قدام داره. ايه اللي حصل لابراهيم يا حاجه؟ وجاره اللي عمل فيه كده؟ جاره اللي عمل فيه كده. عمل فيه كده ليه يا حاجه؟ مش نعرف. مش عارف، كل ما يعدي علينا يستحلف، كل ما يعدي علينا يستحلف. رحت لاخته قلت لها حوش ابراهيم محمد عن ابراهيم، راحت مديله 100 جنيه وراح دكه ماشي. احنا غلابه على قد، مش اللي حد يصرف عليا الا ابراهيم، موته غادر، مش يرضي ربنا. اتقتل امبارح في وسط الشارع. على عينك يا تاجر. كان امتى؟ كانت الساعه كام؟ كانت الساعه 2. محدش في الشارع حاول ان لا هو كله كان في بيوته. ابن اخويا ابني شافه وبتقاتل قال يجري يا ست. ابراهيم كان بيشتغل ايه؟ ابراهيم نجار. نجار. ابراهيم نجار. وبنت بنتي شافته وبتقاتل اجت. كملي يا حاجه. يا باشا انا مش عايزه اقابل الناس دي وتقعد في الشارع. هم جيرانكم هنا؟ هو قتال قتله وحرام وبس. قولي لي يا حاجه، ليه سوابق قبل كده؟ عمل في حد حاجه هنا في البلد قبل كده؟ هو المجرم ده متهم؟ متهم اخته قتلت واحد وهو بيسرق تركوسيلات. يعني مش اول سابقه ليه. مسجل خطر، هو مسجل خطر على البلد وعلى الشارع وعلى الدنيا كلها. بقى ياخد ولاد في التربه يسرقهم ويغزهم يعورهم يقطع عروقهم ويسرقهم. وواخد واحده بتروسيكل برضه كان على بابا، كان على بابا الله خد منه التروسيكل بالبضاعه برضه. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. قولي لي يا حاجه، اخر مره ابراهيم وهو طالع من البيت هنا قال لك ايه؟ قال لي عايز حاجه ابو، قلت له بالسلامه. راح واخده قتلوا. ومش كان كل ولا فتره، مش فتره ولا حاجه. ابراهيم كان بيشتغل وبيصرف عليكي؟ هو اللي بيصرف على ابني ميت وجوزي ميت. انت عندك ابن تاني متوفي؟ محمد ابو فتوح الكبير متوفي. انت بنتها واخوكي ابراهيم، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. مين اللي بلغكوا الخبر؟ مين اللي قال لك؟ اللي قال لي انا كل انا قاعده قاعده قالت مخزن ابو شوقي. واحده جارتنا اتصلت بقت الحاج يا ابله اخوك محمد عطيه قتلوا قدام داره، ممكن معبط اخوك. يعني اتقتلوا في البيت اللي قدام البيت اللي احنا فيه ده؟ قدام بيته هنا في هو بيتهم جنب البيت اللي احنا فيه ده دلوقتي، صح؟ وقدامه عيال قتلوا قدام بارد. احنا شفنا، يمكن شفنا الصوره لحضرتك وهو مرمي في حضنك. ايوه انا شايفه. انت كنت شايلاه مرمي في حضنك كده نام على شكاره، حط راسه على شكاره، رحت تاني حط عليا، طلع في الروح على رجلي. دي مخاطر، دي مسجل خاطر. اخر حاجه قالها لك ابراهيم ايه وهو على رجلك؟ مش تتكلم. يعني هو توفى في الحال؟ في الحال والوجع. رحت الطعنات اللي طعنوا. ربنا يا رب يرحمه. رحت مسابله يا باشا، خدوا لي حق ابني، مش معايا حد يصرف عليا، وداري واقع، داري بربجه واقع. طالبين محامي برضه يقف معانا برضه. طالبه محامي ياخد العدل بتاع ابني، ياخد القصاص، مش يخش دارهم يا باشا. انتوا مش عايزاهم يقعدوا في المكان هنا؟ مش عايزاهم يقعدوا في المكان، دول قتالين قتل. دي قاتل بيضرب الناس وبيسرق الطفل. ارحموني، عايزة نشارك زي ما ابني مات. ابني لسه مشيت من امبارح، ابني في الزكازك لسه. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له يا حاجه ويصبرك يا رب. ابراهيم كان نفسه في ايه يا حاجه؟ قولي لي، ابراهيم كان نفسه في ايه؟
مش قال لي حاجه، انت مش وطني. كان خاطب؟ لا كان بيقول نفسي اتجوز يا مش معايا فلوس اتجوز. كان شاب مكافح وهو اللي كان بياخد باله منك وبيصرف عليك طبعا كنت اروح ارجع يجيب لي من الحمام ويساعد ابوه كده. يعني انت كان ليكي كان ليكي ابن اكبر منه متوفي؟ وللاسف ابراهيم كمان اتوفى، اللي كان بيعولك يا حاجه وبيصرف، اللي كان بيصرف علي. ماني جوزي معي. طلباتك ايه يا حاجه؟ قولي لي. انت ابنك اتقتل قدامك في وسط الشارع. طلباتي مش يقعدوا في الشارع. والقصاص دي طلبات. هو تم القبض على المتهم، يعني في خلال ساعتين كان تم القبض على المتهم. اجى الظباط بقى شافوا المنظر طاروا وجابوه عشان خاطر مش معايا حد يصرف عليه. طالبين الشانق وانا طالبه الشانق يا باشا. دم ربنا يا رب يرحمه. انا طالبه يتشانق زي ابني ما عاد في الدم. هو المفروض دلوقتي ابراهيم في الاحرار، يعني لسه المفروض هيدفن في الاحرار. في المشرحه. لسه مشيت. بعد الناس كتير. الواد خطر على البلد وخطر على الشارع وخطر على الدنيا كلها. الواد مسجل خطر. اخر مره شفت اخوكي والجيران كلها تشهد معانا باي حاجه شافوها. اخر مره شفت ابراهيم امتى؟ شفته يوم الاربعاء. قال لك ايه؟ كان حنين عليك اخوكي؟ اجالي وقلت له تعالى اقعد اتغدى. ابراهيم قال لي رايح مشوارنا وجاي اتغدى، سيب الباب مفتوح. من ساعتها مش شفت اخويا. مش كان بيستعمل عليا الهوا وكان عينين علينا. ربنا يا رب يرحمه. مش كان بيستعمل جوزي يقول لي اي حاجه ولا اعمل فيها ايه. هروح اطلع دي. ربنا يا رب انا عايزين القصص في بابا عطيه. عايزين القصص ومش يقعدوا في الشارع. قتل اخويا بدم بارد من غير رحمه ومن غير تقوى. قتله قدام دارهم زي الفرخه. قتله قدام دارهم في عز النار. قتل اخويا القتالين. ربنا يا رب قتالين القتله. عايزين القصاص وعايزين صوتنا يوصل للمسؤولين. عايزين صوتنا يوصل السيسي يقف معنا. يرحمه ابراهيم، وان شاء الله احنا يعني حق اخوك يرجع لك باذن الله، يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا. يعني وعايزين دم اخويا مش حاضر برضه. ابو كبير كلها عايزين دم اخويا مش مدينه ابو كبير كلها حزينه على ابراهيم شاب عريس زي الورد اتقتل غدر على يد جار. يعني الام زي ما حضراتكم شايفين قلبها محروق على ابنها اللي كان بيصرف عليها وفتح البيت. جوزها متوفي والابن الكبير متوفي، هو اللي كان بياخد باله منها، وللاسف اتقتل امبارح في وسط الشارع واترمى على رجليها. يعني اتقتل قدام عينيها. ربنا يا رب يصبرها وكل طلباتها القصاص العادل. ربنا يا رب يرحمه ابراهيم.